طيب يا جدعان، انا طول عمري اسمع ان في لاعب معين ما بيسيبش الفريق بتاعه غير بعد ما بيعتزل، زي مثلا توتي مع روما او جيرارد مع ليفربول وهكذا، وامثله كتير على هذا النظام يعني. بس عمري ما سمعت عن مدرب يعني. شفتها مع ارسن فينجر مع ارسنال، بس كان محقق نجاحات يعني ارسن فينجر قعد بتاع 15 20 سنه، برضه السير اليكس فيرجسون قعد كذا سنه مع مانشستر يونايتد، بس كانوا بيحققوا نجاحات. لكن اللي فوق ده ايه ده يا اسطى؟ انت ماسك زله على النادي، ولا انت مالك اسهم في النادي، ولا انت رئيس النادي، ولا ماسك سيديهات على اللعيبه ولا على الاداره؟ في ايه يا اسطى؟ انت بجد لازق في اتلتيكو مدريد ليه كده؟ 6 نقط من 15 من 15 نقطه المفروض تحققهم. اسوأ بدايه في تاريخ اتلتيكو مدريد تقريبا في الدوري. ايه يا اسطى؟ انت ماسك زله عليهم. طيب انت هتمشي امتى؟ يعني انا طول عمري اسمع ان ديجو سيميني هيمشي، وعمرها ما شفتها يعني. هي طول عمري بسمعها بس، لكن تحصل في ارض الواقع لا. انت ايه اصلا ماسك عليهم زله بجد والله؟ ايه ده؟ ايه ده يعني؟ لحد امتى؟ طيب زهقنا منك والله.